يا مرحبا بالجميع، اسعد الله مساكم. الاعلامي حمدان بن راشد الخضيري من سلطنة عمان، ولاية قعلان بن ابو علي في الشرقية. انا بديت في هذا العالم، عالم سباقات الهجن، كدوري واحد من الاعلاميين بين ربعي وبين اخواني من العام الماضي. لكن كانت رياضة صراحة ليها يعني بحسبها ليها ناجحة، ورياضة عمركم حسيت فيها الوناسة، حسيت فيها الاستقبال، والحمد لله. بديت من العام من ختامي الوثبة. انا من بديت وفي هجن من صغر سني في هجن، لكن 2012 فجأة نقص نظري، والله ما اعطاني نظر، لكن الحمد لله الله اعطاني موهبة في رياضة سباقات الهجن، وانا قلت بغتنس هالموهبة، والحمد لله لقيت الدنيا قدامي خضراء عمرك. اللغات كانت عندي سهلة، اقدر اميز المطية، اقدر اعرف نوع المطية، اقدر يعني اميز كم كيلومترات عشان اكون يعني وقتنا ما اخرج يعني في اللقاءات اقدم يعني للفائزين، يعني اللي سبق من الاربعه في رموز الحقائق، اللي سبق من اللقاء رموز الخمسه كيلومترات، او بدايه الموسم تكون يعني ركض الحقائق في الرموز ب3 كيلو، بدايه الموسم تكون اللقاء ركض من 4 كيلو. فالحمد لله اني طعمك تجاوزت وكسرت كل الصعوبه، وكان عندي الصعب سهل. والله في صعوبه كثير، يعني صعب تعرف راعي المطيه علين الدوره علين توصل عليه، في صعوبه طعمك تبحث عن الفايز، لكن الحمد لله رب العالمين هالهجن متساعدين عندنا، واللي وقف عند الخط خذينا عند الغاء، واللي ما وقف جينا عند المنصه، ما جينا عند المنصه طعمك احتفلنا عنده في عزبته. فالحمد لله جزاهم الله خير، هالهجن يعني متساهلين مع الاعلاميين، وعلى ما يقول يعني يد واحده ما تصفق. انا عندي سعيد بن راشد خضيري اخوي، وعندي سيب بن محمد ولد خالي، هذيلا عمرك يعني نقدر نقول فريق عمل، حد بدوره في التصوير وحد بدوره عمرك مثلا لما يعني يترومس الواحد يعني ما نعبر عنه تعبير حلو في اثناء الفيديو. فكل واحد الشباب جزاهم الله خير عمرك، كل واحد قايم بالواجب. ان شاء الله ان عمرك اكون يعني من تميز الى تميز بوقوف متابعيني في السناب وجهودهم عندي، انا بوصل الى العلا ان شاء الله. يعني في مثل يقول لك يعني الصعود للغمه سهل، لكن الحفاظ عليه صعب.